أهلا بكم من جديد، ودي طبعا الحلقة 29 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو. فما تنساش اللايك بقى، اشتركوا للقناة، فعلوا الجرس عشان أي حاجة تنزل توصلك على طول. نخش على طول في التفاصيل بتاعة الحلقة الجديدة، واللي بنشوف هنا سيف لما كان قاعد مع ليلى وإبراهيم وبيحكي لهم على اللي حصل في اليوم بتاع الحادثة. وبيقول لهم إن هو لما فاق كان فاكر إن مسك هنا بيبص يعني على مراته، واللي كان فاكرها إن هي ماتت. ولما نزل من العربية بسرعة كده سمع الراجل بيقول إسعاف إسعاف. وقعد طبعا بيقول فضلت أفكر ساعتها يا ترى أستنى الإسعاف ولا أتصرف. قررت إن أنا لازم أتصرف وأمسكها كده بالعربية وأهرب بيها من المكان، وأمشي على طول على المستشفى. وبيبدأ يفتكر لما كان قاعد مع مسك هنا في العربية وهي يعني ميتة. وجت هبة أخته بتقول له هنا شد حيلك يا سيف، إحنا عمرنا ما هننسى مسك، وأنت كمان لازم تكون أقوى من كده. وسيف بيتكلم معاها وبيقول لها إن هو عمره ما هينساها فعلا، وعمره ما يعني هبقى هتروح من دماغه. وهبة هنا بتفضل تعيط وبتقول له إن هي هتكلم موسى علشان يكمل بقية الإجراءات بتاعة الدفن. لكن هو قال لها هنا لا، ما تتكلميش موسى، محدش لازم يعرف أي حاجة إن مسك ماتت يعني. قالت له يعني إيه اللي أنت بتقوله ده ومش هتدفنها؟ قال لها أنا هدفنها هنا في الجنينة. يعني مسك مش ممكن إن هي تبعد عني، ومش هدفنها في أي حتة تانية. وهي بقى بتكون يعني مستغربة من كلامه جدا، وبتقول له هنا إيه اللي انت بتعمله ده غلط، ومش هينفع ان هي تدفن هنا. لكن هو بينفذ فعلا كلامه وبياخد مسك وبيدفنها في الجنينة. وبعد ما بيدفنها بيفضل قاعد جنبها لتاني يوم لحد ما النهار بيطلع عليه، وهو طبعا ماسك الدبلة وعمال يبص فيها. وكل ده وهو طبعا يعني عايش في التفاصيل اللي هو عايش بيها من أيام الحادثة. وبعد كده بنشوف إن هو قاعد هو وهبة أخت سيف يعني، واللي بيكون يعني صعبان عليه صعبان عليها اللي بيحصل يعني. فبيحاولوا إن هما يطبطبوا عليه كده ويعدوه، وبيقول لهم يعني إن هو عمره ما هينسى ميسي، وإن هي هتفضل عايشة معاه، وإن مستحيل إن حد يقدر إن هو ياخد مكانها أو حتى ينسيه. وأي حد يقرب لي في الحتة دي يعني هيكون وحش. قالت له هنا بس انت هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ قال لها انا عندي حل للموضوع ده، بس اهم حاجه ايه بقى، محدش يعرف ان مسك ماسك. وبيفضل يعيط هنا وبيقول لها انا كنت بحبها قوي، وانا لسه لحد دلوقتي بحبها قوي. وهي بقى بتاخده هنا في حضنها وبتقول له ايه ده وما تعملش في نفسك كده، وبتفضل تعيط هي كمان. ارجع بقى لتفاصيل الحلقة بتاعتنا، واللي بنشوف ليلى هنا بتبصله وبتقول له طب ما قلتليش بقى ازاي يعني عملت فيا كده؟ قال لها انت اللي طلبتي تكوني مسك. قالت له ازاي يعني؟ وبيبدأ يحكي لها ان هي في مجموعة من العلماء يعني اكتشفوا حاجة مهمة جدا، ان كل انسان ليه شبيه. وعملوا طبعا التجارب بتاعتهم على مجموعة من الناس، واللي كان ليهم شبيه في البلد اللي هم عايشين فيها أو في بلد تانية. وأنا قررت إن أنا أنضم للعلماء دول وإن أنا أشارك في التجربة دي. وحطيت صورة مسك على الموقع، واكتشفت إن في كذا حد يعني شبه مسك دي، بس أنت كنتي أكتر واحدة شبهها. حسيت إن أنت توأم منها. وفي الوقت ده طبعا عرفت إن أنت منين، وعرفت طبعا مكانك، وفضلت أراقبك من بعيد لبعيد. وبنشوف إن هي بيقول لها هنا إن قلبي كان فرحان جدا، وبتقول لي إن أنت مسك. لكن علي طبعا كان رافض الكلام ده كله لأنه عارف الحقيقة وأنت مش مسك، وأنت واحدة شبهها. ولما طبعا شاف هنا صورة ليلى راح على طول لهبة وحكي لها على الموضوع يعني أو على الحكاية كلها. وهي قالت له انت هتعمل ايه؟ قال لها انا هتصرف. وبيروح فعلا بالليل لليلى كده في الاتيليه بتاعها، وبيقعد يتفرج على الفساتين. وبعد كده بينقي واحد يعني، وبيقول للمسك هنا ليلى بتبص له، وبيقول لها مسك مراتي عايزة فستان، وبصراحة عجبني الفستان اللي قدامك ده. وهي بتقول له انت اخترت احلى قطعة في الاتيليه هنا. والمساعدة بتاعت ليلى بتقول له ممكن اعرف مقاس مراتك؟ قال لها مقاسي زي الأستاذة دي كده. وهو بيبص على ليلى، وليلى ما بتكونش مرتاحة له في الوقت ده. وبيرجع على البيت وبيفضل يتفرج على صور ليلى وهبة، وبتقول له دي شبهها بالظبط، بس انت هتخليها مسك ازاي؟ قال لها انا هتصرف وهعمل كده، ما تقلقيش كويس واظبط كل حاجة.
بيروح تاني يوم لليلى على الأتيليه، واللي بيقول لها هو في حد أنا عايز أتكلم معاه في موضوع مهم. وهي بتكون مستغربة جدا بس بتقول له اتفضل استريح. وبيقعد فعلا وبيعرض عليها الجواز وتبص له كده باستغراب. وبتقول له هو أنت مش متجوز ولا أنت يعني كنت واخد الفستان ده لمراتك ولا إيه بالظبط؟ قال لها هنا أنا مراتي ماتت من شهرين. قالت له نعم. ايه الإخلاص ده؟ يعني ماتت من شهرين وجاي علشان تخطبني؟ على العموم ريح نفسك، أنا مخطوبة، واللي أنت بتقوله ده مستحيل يحصل. وبيطلع التليفون وبيوريها صورة مسك. قالت له هنا هو أنت عامل صورتي بالاي اي وجاي تضحك عليا؟ قال لها لأ، دي مراتي مسك وانتم شبه بعض بالظبط، علشان كده أنا عايز أتجوزك. قالت له أنت عايزني بقى أبقى النسخة التانية من مراتك؟ قال لها لأ، أنت هتنقذيني أنا وبنتي من الضياع. قالت له علشان أنقذك أنت وبنتك أضيع حياتي؟ يعني أنا مبسوطة في حياتي كده وبحب خطيبي كمان. وبتقول له فرصة سعيدة جدا والله، امشي من هنا وأنا مش عايز أشوفك. وفعلا بيقول لها أنا مضطر أمشي ومش لازم أزعجك أكتر من كده. وبيسيبها وبيمشي، بس قبل ما بيمشي بيقول لها أنا مش هعتبر ردك ده النهائي، وفكري في الموضوع كويس جدا. وهي مستغربة منه. الواد ده بيفضل يراقبها هنا. فبنشوف إن هو بيفضل مراقبها وفي البلكونة هي وخطيبها يعني، وعمالين يهزروا ويتكلموا مع بعض. بعد كده بنشوف إن ذكريات كده وفلاش باك تاني، وبيطلع التليفون وبيوري فيديو لليلى كده وإن في واحد ميت يعني وهي قاعدة جنبه. لكن في الوقت ده هي بقى اللي بتفتكر أو بتفتكر لما كان يعني أختها مستنية في مكان مقطوع ومهجور كده، وكانت جايبة شنطة فلوس وبتقول له بقول لك يا حاتم، أنا جبت شنطة الفلوس زي ما إحنا اتفقنا، هنشتري الشقة. ومن رأيي بصراحة بقى الحتة دي يعني تفصيلة غريبة جدا. هنشوف بقى هنا حاتم لما قال لها يعني إن إحنا مش هنشتري الشقة، إحنا هنشتري المكان اللي أنت واقفة فيه ده، وهعمل طبعا جيم. قالت له تاني هتعمل مشروع فاشل من مشاريعك وبتحاول إن هي تمشي بسرعة وتاخد شنطة الفلوس معاك. لكن حاتم هنا بيشدها وبيزعق لها وبيوقعها على الأرض. وعلى طول بنشوف إن هي بتقع على الأرض وبيموت. وعلى طول في الوقت ده بنشوف سيف واللي بيجي هنا وبيسألها هو إيه اللي حصل. وبتفضل تعيط وبتقول له مش عارفة، هو حاول يشدني من الشنطة زقني وحصل اللي حصل بعد كده في رقبته. وبيقول لها هو مات وبيديها مفتاح العربية وبيقول لها اطلعي استنى في العربية وأنا هتصرف. وليلى بتكون متوترة جدا ومش عارفة تتصرف ازاي، لكن بتسمع كلامه وبتطلع بره تستناه في العربية. وهو بيجيب حاتم كده وبيحطه في شنطة العربية وبيقعد جنبها، لكن بيتفاجئ بعد ما بيحطه في شنطة العربية إن هي يعني نامت. وبياخدها في حتة مقطوعة وبيسيبها. وهي بياخدها طبعا عنده على البيت. وهي بقى بتقول له ايه ده؟ قال لها مش عايز أي كلمة، ودي هتاخد شاور وكمان أكليها أي حاجة لازم تاكل وخليها تستريح. قالت له حاضر وفعلا بتنفذ اللي هو قالها. وبيطلع طبعا على فوق هو كمان وبيدخل الحمام وبياخد دش ويلبس البدلة بتاعته ويفضل يفكر هيعمل ايه بالظبط. ويروح لليلى طبعا بعد ما بتاخد الدش بتاعها وبتفوق كده، وبيقول لها ما تقلقيش كل حاجة هتبقى تمام. انت عاملة ايه دلوقتي؟ قالت له انا مش كويسة خالص ومش قادرة انسى منظر حياتي. قال لها هتنسي كل ده وهتبقي كويسة زي ما قلت لك. قالت له ازاي يعني؟ وبياخدها كده على المعمل بتاعها وبيوريها طبعا يعني التجارب اللي هو بيعملها والمواضيع اللي هو بيشتغل عليها. وبيقول لها على فكرة الواحد ممكن أن ينسى أي ذاكرة هو مش عايز يفتكرها. وطبعا ممكن كمان إن يشيل الذاكرات دي ويحط حاجات جديدة هو حبيبها ويفتكرها. قالت له يعني ايه؟ انا مش فاهمه. قال لها يعني انا ممكن ازرع دماغك يعني او حاجات جوه دماغك او اشيلها عملية طبعا صغيرة ممكن انسيكي كل الذكريات دي. وليلى هنا يعني بتقول له هتزرع دماغ جوه دماغي او دماغ المسك دي، وانا شايفه ان ده احسن حل ليك علشان تنسي اللي حصل النهارده، وانا هنا علشان اساعدك يا ليلى. وفعلا ليلى بتقتنع بكلامه وبتقول له ان هي هتعمل العمليه دي فعلا عشان تنسى ان هي قتلت الراجل ده او انسان، وان هي موافقه ان هو يزرع لها طبعا الذكريات بتاعه مسك. وبيعمل لها العملية فعلا، وفي الوقت ده بيرجع لها ذكريات من جديد. ومسكينة وإبراهيم بيكونوا متضايقين منه جدا وبيقول لهم يعني انتي بتسيبي كل حاجة حتى أبوها نسيتها. قالت له أيوة أنا لو ما عملتش كده كان زماني في السجن دلوقتي. قالت له ايه اللي انت بقى بتقوله ده؟ انت انقذتني من السجن، ما انت كنت سبتيني يعني اشوف هعمل ايه في حياتي.
قال لها زمان حاتم، دلوقتي الناس كلها بتسأله هو راح فين ومختفي ليه. أنا عملت كده علشان أساعدك يا ليلى. وبتكون متضايقة جدا من الصوت اللي في دماغها ده، وطالع إنها بتصحيها من النوم وبتنده عليه، وبتيجي علشان تحضنه وبتقول له أنت كنت فين. وبيبص كده لليلى وإبراهيم وبيقول لهم ممكن آخد بنتي وأمشي. ليلى بتبص لليلى وبتقول له يلا يا ماما، هو أنت مش هتيجي معانا؟ مش انتي قلتيلي مفيش أم بتنسى بنتها أو بتنساها؟ وبنشوف إن هي الدنيا متوترة جدا، وترى مش عارفة حاجة، وكمان أمها مش عارفة ترد عليها اللي هي مش أمها في الآخر. وهي بتكون مستنية تليفون عمال بيرن كده عليها، وهي عمالة بتسأل مين اللي بيتصل بيه كده. قالت له موسى، وأكيد هيسأل على التفاصيل اللي حصلت دي. قال لها رد عليه، وبنشوف الباب بيخبط، وقالت له هو ده أكيد يعني اللي عمل الباب كده. أنا أروح أفتح له، وأنت طبعا احكي له بقى على اللي حصل مع موسى. موسى هنا بيدخل فعلا وبيقول لهم ايه ما بتردوش عليا ليه. وسيف بيقول له تعالى موسى انا عايزك، وبيسأل عن مسك وراحت فين. قال له مسك ماتت. قال له ليه ما قلتش إن مسك ماتت؟ ومين ليلى دي؟ قال له الموضوع ده هشرحه بعدين، بس ليلى كانت في مشكلة وانا كنت بحاول ان اخرجها منها. وموسى هنا بيكون متضايق جدا وبيقول له انت بتخبي عليا انا يا سيف وما بتحكيليش اي حاجة. وبيحاول ان هو يهديه هنا وبيقول له انت صاحبي يا موسى، وانا ما كانش ينفع ان انا عايز ان انا اخبي عليك اكتر من كده. وموسى بيقوم وبيمشي وبيقول له يعني هبه بقى بتخبي عليا انا موسى. وبعد كده هبه بتعيط وما بتكونش عارفه ترد عليه. موسى هنا بعد ما بيمشي الباب بيخبط وسيف بيفتح، بيلاقي طبعا ليلى قدامه. واللي بيقول لها يعني ليلى قالت له لا انا مسك، وبتبتسم كده. وبنشوف إن الحلقة بتخلص بكل التفاصيل اللي فيها. دي طبعا الحلقة ال29 زي ما قلنا. فما تنساش بقى اللايك وشارك للقناة وفعل الجرس عشان أي حاجة تنزل توصلك على طول. ونشوفكم في الحلقة الأخيرة. سلام.